نظرا لتحمل الرومي أو الحبش للظروف البيئية أكثر من الدجاج العادي، فإن الحظائر التي تخصص لمشروع تربيته لا تحتاج إلى العناية الكبيرة التي نبذلها عند بناء حظائر الدجاج العادي، خاصة في المناطق المعتدلة الحرارة. ومن الممكن الاعتماد على حظائر مصممة خصيصا لتربية الرومي، وهي غالبا بنفس المواصفات المتبعة لتربية الدجاج، مع بعض التغيرات التي تتلائم مع حجم الديك الرومي. كما أن من الممكن تربية الرومي في حظائر مصممة أصلا لتربية الدجاج، مع تأمين الأدوات ومعدات التغذية والشرب بما يتلائم مع الرومي. وتعتبر التغذية العنصر الجوهري في تربية وإنتاج الرومي، حيث تلعب التغذية المتوازنة والصحيحة الدور الهام في رفع نسب البيض المخصب، وكذلك رفع نسبة التفريخ. كما أن التسميم الرومي يعتمد أساسا على علائق متوازنة الطاقة والبروتين، وتتضمن العناصر الأساسية والضرورية للوصول للأوزان القصوى بأقصر فترة زمنية للمشروع. للحصول على بيض مخصب للتفريخ، فإنه يخصص ديك رومي واحد لكل 10 إلى 15 دجاجة رومي من الأوزان الثقيلة. أما في حالة الأوزان المتوسطة فإنه يخصص لكل 15 إلى 18 دجاجة ديك رومي واحد. هذا كل ما لدينا لحلقة هذا اليوم، نتمنى أن نكون قد قدمنا الإفادة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.